في الوقت اللي الزمالك فيه بيمر بأسوأ أوقاته على مر التاريخ، زملكاوية كتير سابوا كل ده وقال لك ولا يوم من أيامك يا سيادة المستشار. جاب ساسي وبن شرقي يكش بس هو عصبي حبتين ودوني النيابة. عشان كده جيت اقول لك ازاي نقدر نهدي اعصاب مرتضى منصور. سنة 2000 مدينة جلاسكو في اسكتلندا غيرت لون اضاءة الشوارع في بعض المناطق وخلت لونها ازرق بدل اللون الاصفر اللي احنا متعودين عليه، عشان بعد 5 سنين كوكب اليابان يسمع عن الحدوتة دي ويقول لك طب وماله ما نجرب الازرق ده. اليابانيين عجبهم الموضوع لدرجه انهم اختاروا كم مكان في بلدهم وحولوا الاناره فيه للون الازرق. ومش بس كده، عشان دي كوكب اليابان قررت تدرس التغيير اللي حصل على الناس بعد ما الاضاءه بقت لونها ازرق، واكتشفوا حاجه غريبه جدا. لاحظوا انخفاض حاد في حالات الانتحار والجرائم والسرقات في المناطق دي. لاحظوا كمان انخفاض كبير في نسبه الخناقات بين سكان المناطق دي. ثانيه واحده سعاده الباشا، انت بتفكر في اللي بفكر فيه؟ حل الازمه اللي عمرها اكبر من عمري وعمرك. لمبتين، لمبه في البيت ولمبه في المكتب. تخيل معايا لو العصبيه دي اتحلت ممكن يحصل ايه لاخواتنا الزملكاويه؟ طب ممكن يحصل ايه لحياتنا بشكل عام؟ انا هسيب لك الاجابه لخيالك وللتعليقات. احنا اللي محتاجين دكتور نفساني.